الوالد هم جابوا له الأخبار إنه كاتبين على أخويا بالقلم الأحمر إنه هذا عندهم أخوة بالحزب الدعوة، وهذا سب البعث، حزب البعث وكذا من الإنشاء مالهم. ووالدي عرف إنه أني هالشكل صار. أنا في وقتها ما قلت للوالد، بس والدتي قالت لي هسه أبوك بس يسمع هذا ينتهي بعد. فوالدي قال أنا بعد ما أبقى، أنا لازم أخلص البقية لذول هم يروحون من إيدي. فخطية الوالد كلها صفاها، يعني البيت كله عفناه، وطلعنا قال راح أسكن كردستان، أعبر. في وقت الكردستان كانوا ماكو هناك، ماكو الحكومة ما مسيطرة على كردستان. كردستان كان لها حكم واحد، يعني حكم ذاتي، ما أعرف شلون كان. فإحنا قال راح أروح هناك أعبر الكردستان وأحاول أخلص البقية من الحكم البعث. وهم سلسلة أحداث صارت، وهم أثناء إحنا ما جايين نطلع هم صارت عندنا فد حادث عن طريق الموصل. الوالد همينه إحنا التاكسيات 2 أجر، فخلينا بيه أغراضنا من الموصل. وإحنا جايين نعبر، إحنا صرنا فريقين. الفريق اللي أنا والوالدة وخواتي كنا بيه ندري إنه إحنا هسه بموصل راح نعبر إلى أربيل. الفريق الثاني هم على أساس هم أربيل، لكن الثاني طريق أربيل مقطوع. فإيش قالوا لهم السيطرة؟ قالوا لهم روحوا على دهوك، موصل لدهوك. وقفونا بالسيطرة، سيلوا أول تاكسي اللي هو كان والدي وأخويا وبعد بقية الخوات وياه. يابا حجي توا رايحين لدهوك، احنا ما عندنا، احنا الفريق الثاني ما ندري، احنا نصور الأربيل. وقفونا. السيطرة مال الأمن والمخابرات، عبارة عن أمن ومخابرات، وكانوا ضباط من الشرقات وما شرقات من وجوههم الحمران وهيجي. فقال انتم وين رايحين؟ قلنا له أربيل. قال يا أربيل هاي من دهوك. قلنا لها لا أربيل. أقل ما عندهم يكفر كذا، هذول يريدون يهربون لإيران، اطبقوا. فوالدي طلع عبر، فمن شافنا احنا بقينا رجع ابو التاكسي قال هلا هذول هم يريدون، لعد انتوا هيجي تريدون تعبرون لإيران، انتوا ما تحبون صدام.